خصك يحسوا بيك، خصك يفهموك بلا ما تحتاج تهدر. كتحس براسك مظلوم وباقي لدابا ما كيتعاملوش معاك بالمعامله اللي باغي، وحيت انت ما كتادي حتى حد، ما باغي حتى شي واحد ياديك. ملي كتعصب ولا كتحزن بسبب شي حاجه ولا بسبب شي واحد، خص داك الناس اللي قرابين اللي كيلاحظوا داك العصب ولا داك الحزن ويجيو يواسيوك بلا ما تحتاج تهدر لداك الشيء اللي كتحس به. الا ما وقعش داك الشيء اللي انت باغي، كتحس بلي العالم كامل ضدك. اذا كان عندك في حاله التفكير هذا، فاعرف راسك راك كتعيش دور الضحيه. قبل ما نعرفوا الأسباب والحال داك الشي هذا، خصنا نعرفوا شنو هو دور الضحية. دور الضحية صديقي هو كتشوف راسك ديما مآدي وديما مظلوم. مثلا طحتي في شي مشكل وانت مظلوم، كتسنى الطرف الآخر اللي ظلمك يحكم بالحق. إذا محكمش بالحق ما كتدافعش على راسك، كتخليه هكاك وكتبقى تلوم الحياة وزهرك، وكتقول انت ما عندكش الزهر وزيد وزيد من هادشي. وإذا غلط معك شي حد، كتسناه يعرف الغلط ديالو لراسو بلا ما تحتاج تهدر. وإذا ما عرفش الغلط ديالو، كتبقى تلومو في الداخل ديالك، وكتبدا تخفف الالم ديالك بداك الهضرات: انا حتى واحد ما كيقدرني وانا ديما مظلوم وزيد وزيد. هاد العبارات هي واحد الحائط دفاعي كتخلي الواحد يحس بالراحه مؤقته، ولكن في المقابل كتخليه يفقد القوه ديالو للتغيير ويعيش في واحد دائره من السلبيه والشكوى. كاين بزاف د الاسباب اللي كتخلي الواحد يعيش دور الضحيه، مثلا بحال الهروب من المسؤوليه. ملي كتشوف راسك انك اضعف من انك تتحمل شي مسؤوليه كيف ما كانت، كتلجا للاعذار ولوم الظروف، وانك لا كنتي في ظروف اخرى وبلاصه اخرى لا كنتي اكثر تحمل هاد المسؤوليه. وهادشي كامل هضره خاويه كتخليك تهرب من مواجهه الضعف ديالك. وايضا كاين سبب اخر اللي هو كسب التعاطف. ملي كتشوف راسك انك ما قدرش تحصل على داكشي اللي باغي ولا تحصل على شي معامله زوينه من المحيط ديالك، كتبدا تستخدم الضعف كوسيله باش تكسب حب الناس والاهتمام ديالهم، واخا كتكون عارف بلي هادشي هذا غيخليك واحد الشخص مدلول، الا انك كتفضلوا على مواجهه الواقع والدفاع على راسك. ومن ناحيه اخرى، يمكن تكون حصلتي لعقل الضحيه من تجارب قديمه، يمكن تكون انك تربيتي في بيئه مليئه بالنقد والتهميش وتعلمتي تعيش بدور الضحيه كنوع من انواع الحمايه. جميع هاد الاسباب هذه ما كتمنعش انك تتغير وتتخلص من العقليه ديال المظلوم والضحيه. الا بغيتي تصنع راسك بلاصه في هذا العالم المتوحش، فخصك تكون واحد الشخص ما كيفتش على عطف الكون والبشريه عليه. باش تخرج من دور الضحية، خاصك تعترف لراسك بأنك ضعيف وكتلعب هذا الدور هذا باش تتفادى هاد الحقيقة. مور هاد الاعتراف قول لراسك باللي غادي تبدل وغادي تخلص من هاد القاعدة اللي كتخليك واحد الشخص مكروه من قبل راسك ومن قبل المحيط ديالك كامل. وحاول تتحمل المسؤوليات اللي كنتي كتهرب منها، وسول نفسك شنو هي الحاجة اللي تقدر تتحكم فيها واللي تقدر تسيطر عليها. وبلاصة الأسئلة اللي كتعزز عندك شعور المظلوم، بدلها بأسئلة كتساهم في تقوية نفسك. مثلا في بلاصة ما تقول علاش انا، قول كيفاش نقدر نتعلم من هادشي. المهم عمل في بالك بلي الحياة ما عمرها ما غتكون في الصف ديالك، واخا تعيا ما تبين ليها من البراءة والضعف، حيت انت ماشي احسن من شي واحد اخر. حتى واذا ما كانش عندك شي يد ولا شي رجل، فراه هادشي ما كيعنيش انك تستاهل شي حاجة اكثر من الاشخاص اخرين. هادشي علاش بارك متلوم في العالم، حيت ما عنده حتى شي ذنب في داكشي اللي كتعاني منه انت. واذا ما قدرتيش تخرج من عقل الضحية، فعرف المشكل فيك ومن التفكير ديالك. كاينه واحد التجربة سميتها العجز المتعلم للباحث مارتن سليغمان سنة 1967. في هذه التجربة عمل الباحث مجموعة من الكلاب في واحد الصندوق وتعرضت لصدمات كهربائية. شي وحدين من هاد الكلاب كانوا يقدروا يوقفوا الصدمة بالضغط على واحد الزر، والشي الاخر ما كانش عنده وسيلة للهروب ولا باش يوقف داك الصدمة. بعد تكرار التجربة، تعلمت الكلاب اللي ما كانتش قادرة توقف الألم على أنها عاجزة. هادشي اللي خلاها تستسلم. من بعد هزوا هاد الكلاب من داك الصندوق ونزلوها في واحد جديد، وهاد الصندوق تقدر تهرب منه بسهولة إذا نقزات. والمفاجأة هو أن هاد الكلاب حتى شي حد فيهم ما حاول ينقز، كلشي بقى في بلاصتو فحال حتى دابا ما يقدروش يهربوا. اللي بغيت نبينو لك عن طريق هاد التجربة هو أن حتى الإنسان بحال هكذا، ملي كيدوز من شي مواقف صعيبة اللي كيحس أنه ما يقدرش يتحكم فيها، كيتبرمج نفسيا على أنه عاجز. حتى وملي كتبدل الظروف وكيولي قادر على التغيير، كيستمر في لعب دور الضحية ويقنع راسو بلي ما كاين حتى شي فائدة من المحاولة، واخا يكونوا البيبان كاملين مفتوحين قدامه.
هادشي علاش كنقول لك حرر راسك من هاد العقليه ديال الضحيه، حيت اذا بقيتي بها غادي تضيع بزاف ديال الفرص. ودير في بالك ان دور الضحيه كيخليك مرتاح على المدى القصير، ولكن راح كيسرق منك حياتك على المدى الطويل. هادشي علاش حرر راسك وبارك ما تفتش على العطف ديال الناس، حيت اصلا حتى شي واحد ما غادي يحس بيك. هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو غير شويه. اذا عجبك المحتوى ما تنساش تخلي معك داك اللايك، تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك اي جديد. كان هنايا تورفين، تهلاو.